السلام عليكم ومرحبا بكم على القناة. اليوم ان شاء الله فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فيه طريقتي في تحضير العسل المنزلي. كيجي روعة، كيصلح لجميع انواع المعسلات، مكونات موجودة في كل بيت، ما كياخذش منا وقت كتير، وكذلك كيجي احسن من اللي كيتباع جاهز. فما تمشيو فين، تبعوا معايا الفيديو للاخير. وإلا كنتوا اول مرة كتزوروا القناة ما تنساونيش ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد على القناه ان شاء الله. وإلا عجبكم المحتوى ديال هذا الفيديو خليوها ليا في التعليقات، وكذلك ما تنساونيش ملي لايك ديالكم، وندوزو باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. وبسم الله على بركه الله. هنا كمقادير غادي نحتاجو قلب ديال السكر. انا هنايا بالنسبه للعسل كنفضل نخدمو هكا بالسكر ديال القالب افضل من السكر حبيبات. الوزن ديالو كيكون 2 كيلو. وعندي هنايا مسكه الحره، عويدات ديال القرفه، وغادي نحتاجو كذلك الحامض، وغادي نحتاجو الماء، اطرو ديال الماء. هنا عندي العبار ديال نص لتر، غادي نزيد نص لتر واحد اخر. صافي هادو هما المقادير اللي كنحتاجو. كناخدو هنايا واحد الطنجره ديال الضغط وكنوضعو فيها داك القلب ديال السكر، وغادي نزيد عليه الماء، اطرو ديال الماء. بالنسبه لعند هاد العسل هذا فراه كيجي زوين وكيجي عاقد وكيشد لينا في المعسلات، كيصلح لجميع انواع المعسلات. وصافي كما كتلاحظوا معايا فغادي نزيد هنايا نص لتر ديال الماء الاخر، وكنخليو هاد السكر حتى كيذوب. انا هنا خليته ليله كامله، يعني درتو في الليل وخليته حتى الصباح باش عاد غادي ندوز باش نطيبو. وهنايا كما كتشوفوا هكا معايا في الصباح فهو كيصبح دايب، وكذلك حتى اللون ديالو كيتبدل. كناخذوا هكا واحد المغرفه وغادي نحركوا داك السكر، فهو راه كيذوب معنا بسرعه. وتقدروا هكا تخدموه في نهارو، يعني ما تخليوهش يبات. انا هنايا كنت يعني كان عندي الوقت فخليته ليله كامله حتى داب على خاطرو. صافي كنبقى نحرك على هاد الطريقه، وغادي ندوز باش نزيد ليه هنايا هاد لي طرونش ديال الحامض، كنقطعوهم هكا غلاط شويه. غادي نزيد عليه كذلك القرفه. انا درت هنايا القرفه اللي على هاد الشكل، ويمكن لكم ديروا القرفه العاديه، كيبقى لكم الاختيار. غادي نحركو مزيان باش كنتاكدوا بلي داك السكر ما بقاش عندنا لاصق في القعر ديال الطنجره، باش ما كيتحرقش وكيعطينا مذاق خايب. صافي هنايا السكر راه دايب مزيان. دابا غادي ندوزو ان شاء الله باش غادي نطيبوا العسل ديالنا. كما قلت لكم فضروري كنحتاجو هنايا طنجره ديال الضغط، لان غادي نسدو عليها مزيان ونخليوها طيب. فغنسدو هكا الطنجره ونوضعوا عليها الصفاره ديالها ضروري، وكنوضعوها على النار غير كتبدا تصفر. كنقصوا ليها هكا العافيه ونخليوها حتى كطيب، ما كتاخذش وقت كتير. فكتاخذ لينا هكا ما بين 40 حتى ل 45 دقيقه على نار اللي كتكون مهيله. كما قلت لكم غير كتبدا تصفر كنقصوا عليها النار. من بعد ما دازت 45 دقيقه فانا صافي طفيت على الطنجره. بالنسبه لعند هاد لي طرونش ديال الحامض حتى هما كنتيستيو بهم هكا العسل باش نتاكدوا بانه طاب. الا كانوا ولاو على هاد اللون هذا، يعني الا خداو هاد اللون، فكنتاكدوا باللي العسل ديالنا صافي راه طاب وما بقاش محتاج للطياب. هنا واخا يبان لكم هكا العسل جاري فراه غادي يقصح من بعد. صافي غادي نضيف هنايا المسكه الحره اللي طحنتها هكا مع شويه ديال السكر كلاصي، وغادي نحركوها هكا مزيان. فهاد المسكه الحره هذه حتى هي كتزيد لينا مذاق زوين لعند هاد العسل. والعسل هكا اللي كيتوجد في الدار فراه كيجي احسن من الجاهز صراحه الله. انا ما كناخذش العسل هكا اللي كيتباع، الا كنت مضطره فكنوجدو هكا في الدار، كيجيني افضل وكتجي فيه نكهه زوينه.
سبحان الله هذاك اللي كيتباع كتكون فيه واحد النكهه اللي ما كتعجبنيش انا شخصيا. صافي هنايا كنبقاو نحركوا هكا داك السكر كلاصي مع المسكه الحره حتى كيذوب لينا. هنا العسل كما كتلاحظوا راه باقا سخونه بزاف، فخدموا هكا غير بشويه باش ما طرش عليكم هكا العسل، تحرقكم هكا في يديكم لا قدر الله. فكنبقاو نحركوا غير بشويه حتى كنذوبوا داك السكر والمسكه الحره. بالنسبه انايا كما قلت لكم عند المده ديال الطياب فكنسدوا عليها الطنجره ديال الضغط او الكوكوط حتى كتبدا تصفر. كنقصوا عليها البوطه هكا، كنقصوا عليها العافيه وكنخليوها ما بين 40 حتى ل 45 دقيقه صافي كتكون جاهزه. كنحيدوا هاد لي طرونش ديال الحامض وكذلك العويدات ديال القرفه وردوا البال هكا ملي تكونوا كتحيدوهم لان العسل كتكون باقا سخونه بزاف. كما قلت لكم فضروري هاد لي طرونش ديال الحامض ياخذوا هاد اللون هكا غامق، يعني كيكون اللون ديالهم بني مغلوق باش كتاكدوا باللي العسل ديالكم صافي راه طابت. وشكون هكا فحالي من عشاق هاد الحامض اللي كيطيب مع العسل فانا كنخليهم حتى كيبردوا وكندوز هكا كناكلوهم. كيردوني للطفوله. شكون اللي فحالي تخليها ليا في التعليقات. صافي غادي نخليو العسل ديالنا حتى تبرد تماما وندوزو باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل ديال العسل ديالنا من بعد ما بردات. فانتوما كي كتجي عاقده وكتعطينا كميه اللي كثيره وكنكونوا متاكدين من النظافه ديالها ومن كل شيء لان طيبناها على يدينا. ما كتاخذش منا وقت كثير وكذلك ما كتاخذش مكونات اللي كثيره وكتعطينا كميه كثيره مقارنه مع الكميه اللي كتباع مع الثمن ديالها. صافي هذا هو الشكل ديالها. هانتوما كتجي الصراحه زوينه بزاف. ما تبخلوش عليا بلي لايك وكذلك ما تنساونيش من التعليقات ديالكم وبارطاجيو لي الفيديو مع الاهل والاصدقاء. والا كنتو مازال ما اشتركتوش ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما تتوصلوا بالجديد على القناه ان شاء الله. وبهكا غنكون وصلنا للنهايه ديال لا فيديو اللي اختاريت نشارك معكم فيه طريقتي في تحضير عسل منزلي. مكونات جد بسيطه وكذلك طريقه مبسطه وسهله وناجح 100%. فغي جربوه اكيد غادي ينال الاستحسان ديالكم. هذا هو القوام ديالو النهائي. خليتكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.